بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صباح الخير البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس، ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال نتوما وليداتكم. اليوم جبت لكم روتين، يعني حبيت نطلع عليكم برك كيما كل صباح. اللهم اصبحنا واصبح الملك لله. طيبت القهوه حليب ودرت معهم هذا كرفيس التونسي ولا الطمينه، بعد ما حمصت يعني الدقيق ودرت له الغرس والزبده، وهاي لكم النتيجه. يذوب ذوبان وزيدوا له مغرف تاع عسل صغيره. هنا صبيت الحليب تاعي خلطته بالقهوه، كيما نحب القهوه بزاف في الحليب تاعي، وما نديرلوش لهنا، ما نديرلوش انا الحليب، ما نديرلوش السكر. صبيت ليا وللزوج ربي يحفظه ان شاء الله. خليت له قهوته، هو يقول لك نحب القهوه بارده، خليت له القهوه تاعو بارده شربناها. ومن بعد جيتكم مادامنا مع الميناج جبت لكم واحد الخلطه سحريه. جبت قرعه تاع ايزيس كانت فارغه، درت فيها الصابون تاع القش، صابون ليكيد، ضفت معها كميه تاع الخل، وضفت معها مغرف كبيره تاع الخل، عفوا تاع الملح. كما نعرفوا الملح ينحي الطاقه السلبيه والخل يلمع. ضفت عليهم واحد الملعقه كبيره تاع جربوش، وضفت كذلك الشامبو راح يخلي لك دارك فيها الريحه، ريحه رائعه. وزيد حتى هو يلمع. وعمرت هذيك القرعه تاعي بالماء عادي، بالماء تاع الحنفيه. وشوفوا هاي لكم، وخلطت مليح كامل المكونات، وجيت نبتيت في الميناج تاعي. بسم الله على بركه الله. انا البنات ما نحبش نصب الماء بزاف، انا ما نحبش نمسح بالنشاف. المشكل نحب هكا قيس، يعني نصب واحد 3 لترات تاع الماء، ونحط لا دار دو تاعي نجبد بالفروطوار فرات. وهنا بديت بعد ما حكيت الشومبرا الاولى، جبت بالفروطوار تاعي ورحت هنا للصالون. شوفوا البنات في الزيت كل شيء. وهذا القماش بربي ان شاء الله راح نشارك معكم كيفاش راح نفصلوا المولاتو. صبيت كما قلت لكم شويه برك ماء، ودرت هذيك الخلطه. صدقوني البنات خرج لا داردوسه ليا بريد يلمع لمعان، اون ديري هذاك وين ركبتيه. هكا قلت لكم، زدت حكيت هنايا الصالون تاعي، درت له هذيك الخلطه وحكيته بالبيا، رغويت ورد. شكون فينا ما تحبش الرغاوي؟ انا نموت على الصابون يقعد هكاك بالرغاوي. وحكيت مليح بالبالي، حاشاكم اعزكم الله. بعد ما كملت الحكام والتسياق، جبته حتى هو بالفروطوار، ورحت للحويشه تاعي. نموت على هاد الخلطه تاع الفيستال وتصبيه، يعني اي حاجه تحت هذيك البلاصه تخرج. سيقته وزدت رجعت للكوزينه. هنايا لازم كي يعود هكا ميناج، ديري ميناج خفافي، لازم تمسحي وتغسلي تحت الحوايج. جبت هذيك تاع الخضره. شوفوا البنات خرجت تبارك. شوف هاي لكم النتيجه، هذه تاع الشامبرا، هذه تاع الصالون. شوفوا كيفاش راهو يبرك، يعني تشوفي فيه وجهك. وهذا لهنا الكولوار، وزيد الكوزينه. شوفوا يعني النتيجه راهي قدامكم، يعني تبارك بريق لمعان. وهنا جاب لي الزوج الله يحفظه القضيه اللي وصيته، وصلت هنايا الدجاج حطيته ويجي. وجاب لي هنايا انا راني نحوس على البيكربونات، لاني البنات راح ندير بها واحد الكاطو ما شاء الله. راني غير نحوس على البيكربونات ويجي البيكربونات. وهذا البنان نحط عليه الحليب وسكر وقهوه. وهذه هنا الحلاوي تاع وليدي الله يحفظه لي، وكيما يعني لازم تكون الحلاوي. وهذه الزبيعه تاع اليقطين اللي فيها فايده كبيره، والربح كما تقول ما والبيكربونات. راح نبدا في الحلوه تاع الطبقات. جبت انا كاسرونه، درت فيها نص كاس تاع السكر، وضفت كذلك نص كاس تاع العسل. الحلاوه تاعو راح تجي لهنا البنات معتدله جدا. شوفوا صدقوني جربوها الحلوه تاع العيد هذه، بصح ما نضمن لكمش لانها راح تخلص في دقيقتها. انا درتها راهي خلاص تصاي في يومين تخلص. تحسي روحك راكي تاكلي في باتيسري كي تكوني تاكلي فيها. ضفت نص كاس تاع الزيت، وراح نضيف كذلك 2 ملعق تاع مارغرين ولا زبده كما تحبوا. مهم ديروا زبده ولا مارغرين، ما ديروش السمن بهذه الطريقه. ولا تحبوا اذا ما تحبوش ديروا زبده، ديروا كاس زيت طول.
اذا حبيتوه يعني مقرمش، انا حبيته يعني يجيني طري كيما الباتيسري. وحطيت المكونات تاعي فوق النار بعد ما تكون يعني ناقصه. نحاول اني نذوب هذاك السكر والزبده كي يذوبوا لي نبقى غير نخلط كيما هكا باش ما يتحرقليش هذاك السكر. ومن بعد يجيني الكاطو تاعي امر. بعد ما ذابت الزبده والسكر هنايا شوفوا جست ما يغلي البنات، شوفوا كي بدا يدير لي واحد الفقاعات على الجوانب تاع شاف هاو هنايا بدا يغلي. نضيف له هنا المكون السحري اللي هو البيكربونات الصوديوم. نضيف الماء هذه تاع خاصه بالطبخ والتنظيف. نضيف هنايا ملعقه تاع القهوه ونبقى نخلطها. هنا ما تخافوش البنات راح يفيض لكم الخليط، لان بصح تبقاو تخلطوا وتنحيوه على النار، يعني 1-2 ثواني تنحيوه على النار. بهالطريقه راني خليت لكم الفيديو من الاول للاخر باش تنجحوا في هذه الحلوه. شوفوا نخليه هنا، نحاول اني نبردو هنا في الكاسرونه ومن بعد نحطو في قصعه ولا في ريسيبيون، نحطو في حاجه واسعه باش ليه يبرد لكم. ضفت عليه هنايا رشه تاع الملح لتعديل الذوق، وقعدت نبرد فيه كما قلت لكم. قعدت يعني حوالي هكا ماشي بديلكمش بزاف. هنا بعد ما شفتوا انه يعني دفالي برد، يعني نبدا نضيف في البيض تاعي. حندير 2 بيضات، ما تخليوه يدفالكم باش ما يطيبلكمش البيض تاعكم. ونخلط البيضه الاولى يعني ينسجموا. نشوف البيضه تاعي راهي دخلت كامل في المكونات، ونضيف البيضه الثانيه، نزيد حتى هي نخلطها مليح تختفي تماما. وهنايا حنقسم الخليط تاعي على 2، لاني راح ندير طبقتين، طبقه بذوق الشوكولا وطبقه بذوق الفاني. نبدا بتاع ذوق الشوكولا اللي هي حنضيف لها الكاكاو. نضيف غير 2 ملاعق تاع الكاكاو. البنات هنا كي تروحوا تشريو الكاكاو لازم كي تهزي الكاكاو تاعك تشمي فيه ريحه الشوكولا. شريو نوعيه مليحه باش يجيكم الكاطو تاعكم مليح ويجيكم حتى فيه البنه تاع الشوكولا. ونخلط مليح هذيك الكاكاو غير بالفوي برك. راح نخدم يعني الكاطو تاعي راح نخدمه كامل بالفوي، مانيش خلاص راح ندخل يدي ونبدا نضيف في الفارينه. هنايا دات لي الفارينه حوالي 1.5 كاس ولا 1.4 كاس، كل وحده والفارينه تاعها. ونضيف هنايا 3 غرام تاع الخميره الكيميائيه. ما تضيفوش كيس كامل البنات، لان درنا غير 2 بيضات باش ما يتشقق لكمش بزاف الكاطو تاعكم كي ديروا خميره الكاطو بزاف. شافوا ندخل كامل في الفارينه. كي تشوفوا الفارينه تاعي اختفت ونزيد القوام، شوفوا تحصلوا على قوام عجينه طريه بزاف بصح ما تلصقش في اليد. اذا تحبوا مثلا البنات ديروه في طبقه واحده، ديروا ذوق الفاني كامل ولا ذوق الكاكاو. ديروا كي تحبوا كاكاو ديروا 4 ملاعق. شوفوا هاي لكم العجينه يعني طريه بصح ما تلصقش في اليد. وهنايا البابي كويسون لازم في هذا الكاطو لهنا باش يعاونني في الخدمه. درت له طليته غير بشويه زيت ونهبط العجينه تاعي هذيك فوق ورقه الطهي بهالطريقه. وهنايا ديروا يديكم كما قلت لكم. شوفوا هنا العجينه راهي طريه. نحاول اني نطلي يديا بشويه زيت غير ما ندير هكا، ومن بعد نجيب الحلال ولا القنوط ونحاول نساعد روحي باه تتحللكم فاسيلمون بالقنوط. ونحلها هنايا على سمك 1 سنتيمتر. يعني كي تعود بابي كويسون يعاونكم بزاف في الخدمه. ونعدلها هكا نريقلها بالكوبات ولا غير بيدك ولا بالمغرف. نهزها هكا ونحطها في البلاطو اللي يدخل الكويزينير ولا الفور. ولازم ننقبها لانها تاع الكاكاو هنايا قادر تتنفخ لي، يعني كيما نقولوا تبوط. ديريها كيما هكا برك باش من بعد تجيك مقرمشه يا البنات. دخلت يطيب على 180 درجه. هذه بعد ما طابت لي نجيب هنايا شي معجون بعد ما خففت بشويه ما زحر ونطلي كامل الوجه. وهنا تكون الطبقه الثانيه اللي ذوق الفانيلا راهي طيب لي يعني نفس باش ما يجيش الفيديو طويل وتملوا. هذه بعد ما طابت لي حطيتها على الوجه اللي طابت عليه. وهنا نحيو هاد اللي شيت، لكن شيت هذو ما طيشوهمش لانه هذو هما اللي راح نزينوا بهم هذا الكاطو. يعني منه فيه خطينا من بريستيج وخطينا من الشوكولا وتزيين والغلاك، وتشوفوا مع العيد راهو جاي. درت لكم يعني هذا الكاطو ونتمنى تجربوه تقولوا لي رايكم اذا جربتوه، اذا عجبتكم الوصفه ولا لا.
تشوفوا بس صدقوني يا البنات والله يعني تاخذوا الراي غير جربوه مش راح تندموا. هذوك اللي شي تحكمتهم حطيتهم في مشوار باش نبداو. وهنايا ضفت المره الاولى ضفت المعجون تاع المشمش، وهنا ضفت المعجون كيما راكم تشوفوا، ونطلي كامل الوجه. نعاون روحي بسباتيول برك ولا نعاون روحي بملعقه برك عادي نورمال، يعني المهم لازم تطلي كامل الوجه. وهنا كي بعد ما طليت كامل الوجه تاعها جبت هذوك لي شيت اللي قلت لكم نحيهم في العشوار رحيتهم، وهذا هما اللي زينت به. ديروهم يعني رحيهم بصح ما تريحوهمش يوليو دقيق خلاص، لا رحيهم غير شويه. وهاوليكم التزيين تاع الحلوى تاعي، يعني كاطو طبقات ولا كاطو ريس ولا كيما حبيتو. يعني كي تشوفوا هذا الكاطو تحزنوا دائما للزمن الجميل وزمن الطفوله، يعني كيما كانوا امهاتنا الله يرحمهم اللي حيين الله يحفظهم. شوفوا بهذه الطريقه البنات سهله خلاص تهزيها بهذه الطريقه وتحطيها فوق بلون دو طرافاي عادي. وهنا بالنسبه للقسام تاعها انا قسمتها على شكل باتيسري، يمكن صدقوني جات صح على شكل، جات صح كي تكوني تاكلي فيها اون ديري تاكلي في باتيسري. تحبي تقسميها على شكل مثلثات، تحبي تقسميها كذلك على شكل مربعات، كيما يعني يرجع لك تحبي حتى ديريها بطابع يرجع لك. انا درتها بهذه الطريقه كما قلت لكم. شوفوا يعني دوريها كيما حبيتي مش راح تفزت لك. ونصيحة أخرى ما تقسميهاش ثم بعد، خليها تبرد على الأقل ساعة، خليها بعد ما تبرد خلاص وما تقسميها. كي تقسميها شوف كيفاش تجيك الحبة. شوفوا لي ذاك المنظر يعني ذوقا ومذاقا وشكلا ومضمونا. جربوها البنات والله ما راح تندموا صدقوني، يجيكم الذوب ذوبان في الفم. شوفوا معايا هذه الحبة كنا نقسمها معاكم، وما تنساوش تدعوا لي لميمتي في هذه الايام المباركه بالرحمه. السلام عليكم.